طبعا الكهرباء بتقطع عندك ساعتين طبقا لقرار الحكومة. أنا جبت لك الحل واللي هيخليك تستغنى عن الكشافات اللي بالشكل ده اللي بتبوظ بعدها بأسبوع، أو الشكل ده اللي برضه ما بيقعدش 3 4 أيام على بعض. الحل في الفكرة دي، رحت اشتريت فوجات بتاعت عربية ولمبة قديمة محروقة ليد و5 متر سلك ده متوفر باسم سلك سماعات، وهجيب بطارية 12 فولت 40 أمبير. زي ما حضرتك شايف دي ليدات فوج عند بتاع اكسسوارات السيارات، بتتباع عشان بتركب في اكسدامات العربية. أنا جبت اتنين، هو بيبقى طقم قطعتين، العلبة دي بيبقى فيها اتنين زي ما انت شايف كده، وهوريك هنعمل بيها ايه. مبدئيا انا اشتريت بطارية، اللي قدام حضرتك دي بطارية 12 فولت 40 أمبير. دي بطارية موتوسيكل من عند بتوع الموتوسيكلات. نفتح ونشوف البطارية. طبعا البطارية دي بتبقى 12 فولت، يعني الاتنين ليد يركبوا عليها او يشتغلوا عليها ويبقى الاضاءة بتاعتهم كويسة جدا. عملت فيها ايه؟ طبعا ده فيها طرف موجب الاحمر والطرف السالب الاسود، ده السالب وده الموجب. اخدت حتة سلك حوالي 30 او 40 سنتي وربطتها في اطراف البطارية. وطبعا السلك ده بيبقى مميز ان هو بيبقى لونين اسود واحمر. ده هيبقى بالنسبة لي الاوت بتاع البطارية اللي هيركب فيه اللمبة. وطبعا ركبت فيها كليبسات عشان تسهل عملية التوصيل، الأحمر مع الأحمر والأسود مع الأسود في البطارية. ده أول طرف. ده طرف تاني زيه بالظبط عشان لو أنا عاوز أوصل لمبتين، بيبقى كده اتنين أوت. ده ممكن تعمله أو ما تعملوش. دي بقى وأهم حاجة الفيشة دي فيشة شحن البطارية، اللي في الفيديو القادم إن شاء الله هوريكم هنشحنها إزاي. دي بتركب لما بتيجي تشحن البطارية. طبعا الأبيض ده بيمثل الموجب، أنا معلمه عشان يبقى واضح، متوصل بالسلك الأزرق. الطرف الأزرق ده رايح على الموجب اللي هو الأحمر في البطارية، والأسود مع الأسود في البطارية. ودي هنوضحها أكتر في الفيديو القادم إن شاء الله لما نيجي نوريكم إزاي هنشحن البطارية. يبقى أنا كده عندي الطرفين الأساسيين الإن والأوت، الأزرق الإن والأحمر الأوت. آدي شكل البطارية. نركن بقى البطارية دلوقت ونجمع الحاجات اللي احنا جبناها عشان نوصل لشكل لمبة كويسة. هنجيب أول حاجة لمبة قديمة ليد. طبعا أنا بشرح على لمبة صغيرة، اللي أنا كنت جايبها لمبة كبيرة. هنفصل اللمبة ونفضي الحاجات اللي جواها، نشيل الكفر بتاع اللمبة سواء كبيرة أو صغيرة، بس يفضل الكبيرة عشان حجم الليداية كبير. وبعد كده نخرمها من ورا أو نشيل الحديدة دي، وبعد كده ندخل فيها السلك الأحمر اللي احنا جايبينه اللي هو سلك السماعات. ناخد الطرف بتاع السلك دوت ونعديه من قلب الدواية بالشكل اللي هوريه لحضرتك في اللي أنا عاملها دي. دول 5 متر سلك، المتر ب5 جنيه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا شيلنا الحديدة دي، هنعدي مكانها طرف السلك الأحمر، وهناخد الليداية الصفرة اللي جبناها، وبعد كده نبقى نلف عليها شكرتون عشان ما تتخلعش. وبعد كده ناخد الليداية الصفرة اللي جبناها نلزقها مكان الليدات بتاعة اللمبة. طبعا اللمبة دي أصلا كهرباء بيبقى فيها ليدات، هنلزق عليها الليداية الصفرا اللي احنا جبناها. طبعا الليداية ديت جاية فيها طرفين سلك أحمر وأسود، ممكن كانت ظاهرة في أول الفيديو.
هنلزقها بشمع عشان ايه تثبت، ونربط السلكين بتوعها في السلكين اللي داخلين اللي احنا شارينه. بعد كده نبقى نركب الكفر الابيض بتاعها الكبير ده لو حبيت. بس دي لمبة صغيرة انا بشرح عليها عشان انا كنت عملت الفكرة بالفعل، وقلت اجربها الاول قبل ما اعرضها في الايه في الفيديو. هاجي في الطرف التاني اركب كليبسات عشان نركبهم في الكليبسات اللي كنا ركبناها في السلك اللي في البطارية. طبعا اهم حاجة الالوان، الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود، عشان الاحمر بيمثل الموجب والاسود بيمثل السالب، لان معروف ان الليد لازم توجه الاطراف بتاعته الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. دلوقتي هوريك شكل اضاءة اللمبة، وبعد كده نبقى نوضحها. ده كده شكل اللمبة وهي منورة. طبعا الإضاءة شديدة جدا وهتبان دلوقتي. طبعا واضح في الصورة إن هي الإضاءة شديدة. ده دليل إن هي كهربة البطارية مش كهربة 220. أنا بحاول أوريك إن أنا حاطط صوابعي على أطراف التلامس أو أطراف الكهرباء، صوابع الاتنين، وأده موصل واللمبة هتنور ومفيش كهرباء، لأن دي طبعا كهرباء 12 فولت. هنعلقها في الغرفة وأوريك شكلها. هعلقها تعليق مؤقت. طبعا الغرفة دلوقتي منورة من خلال الكهرباء، دي لمبتين نيون عادي، وده شكل الإضاءة بتاعة الكهرباء. فتخيل إن أنا هديك نفس الإضاءة دي ويمكن أشد. دلوقتي أنا علقت اللمبة اللي إحنا عملناها في المروحة. إحنا هنبقى نعلقها بشكل مناسب وكويس، بس أنا بوريك على سبيل التجربة. وهنركب أطراف السلك اللي إحنا لسه عاملينها، السالب زي ما اتفقنا مع السالب والموجب مع الموجب، وهنطفي النور ونشوف شكل الإضاءة. دلوقتي أنا هطفي النور وهوصل البطارية ونشوف اللمبة دي هتعمل ايه في الإضاءة اللي انت شايفها دلوقتي منورة من خلال الكهرباء. هل هتبقى ضعيفة ولا هتبقى زيها ولا هتبقى أشد؟ أديني هطفي النور. بعد كده هوصل، أنا كنت موصل طرف، هوصل الطرف اللي فاضل ونشوف. انت كده متخيل ان دي كهرباء البطارية اهو، مفيش اي حاجة منورة في الغرفة غير اللمبة. هبعد بعيد عشان تشوف الإضاءة بالكامل. هخرج بره. ده شكل الإضاءة اللي منورها اللمبة اللي أنا عاملها، اللي هي منورة على البطارية. وهوري لحضرتك دلوقتي اللمبة بتاعة الكهرباء وهي فاصلة بتاعة النيون اللي هي على الكهرباء 220. بس انت متخيل شكل الإضاءة اللي انت هتبقى قاعد فيها خلال الساعتين اللي الكهرباء قطعة فيهم. اهي دي كده اللمبة اللي شغالة على البطارية، مفيش حاجة منورة في الأوضة غير اللمبة دي. وادي بتاعة الكهرباء 220 طافية، وهثبت لك ان هي بتنور اهي. ده كده فاصلة اهي، يعني كده مفيش حاجة منورة في الغرفة غير اللمبة اللي انا عاملها. كده دي الكهرباء 220 بتنور وتطفي، مفيش ادنى مشكلة، ومفيش حاجة منورة في الغرفة غير اللمبة اللي انا عاملها. بتقعد قد ايه بقى والشحن بيقعد قد ايه؟ يعني انا لما اشتريت البطارية جديدة قعدت معايا ساعتين بنورها كل يوم. الساعتين اللي الكهرباء بتقطع فيهم قعدت 10 ايام، لحد ما بدأت تبقى الكهرباء بتاعتها ضعيفة. وده شكلها بعد ما قفلتها.